هالحلقة ما بنفع تبلش إلا بهي الصورة. هاي الصورة اللي رسمتها بكل حرفية بالأحرف العربية هي ضيفتنا لليوم. هي الامرأة نفسها اللي كانت ورا حالها، اللي بنت حالها حرف حرف، صورة صورة، مشروع مشروع، وسنة عن سنة. على العافية. العافية يا ريم. هذه أول كلمة أنت حطيتيها في البايو عندك على صح الانستغرام. صح. آية ديك. أنا آية دار الديك، سكان هون من رام الله. درست جرافيك ديزاين. كانت النية مش جرافيك ديزاين، بس رحت جرافيك ديزاين. وأنا أدرس كنت يعني صرت أكتشف وأنا بمرحلة الدراسة يعني بالجامعة أن أنا كتير بحب هذا الإشي. يعني غير انه انا اصلا اكاديميا بحبش احفظ وبحبش ادرس، فكانت دراستي كتير بتساعد انه الدراسة عبارة عن انه معكم مشروع تسلموه من كذا لكذا. يعني معنا 3 ايام نعمل لوحة بتحكي عن الفن الاسلامي مثلا، لوحة بتحكي عن الشمعة بالليل regardless، يعني بغض النظر شو العنوان، بس كان يكون معنا توقيت معين وموضوع معين بفترة كتير صغيرة. فانا اكتشفت انه عن جد شخصيتي مناسبة جدا لهذا الكلام. خلصت ودرست وكل شيء تمام. حتى بتذكر انه فترة مشروع التخرج كنت كتير انا بحب هذا التخصص بشكل مش طبيعي جد. فبفترة مشروع التخرج بالعطلة بين الفصلين انا خلصت مشروعي. فلما بلشنا مشروع التخرج انا كنت اوريدي مخلصة، فعملت مشاريع صحباتي، خلصت لهم مشاريعهم. لهالدرجة؟ لهي الدرجة بحب هذا الاشي وما عنديش مشكلة. يعني انه اي حدا بشتغل له، حتى هاي الايام اي حدا بشتغل له بضلني متبعة لاخر مرحلة. انه لو اشتغلوا اشي برات الخط لا بضلني محافظة على اني اعطيهم هاي الملاحظات. هلا هذا من ناحية شغل. بس انه كيف بلش خط عربي؟ خط عربي انا كنت بشتغل بشركة كتير بحبها الشركة. وهي انا مرة حكيت عن هذا الموضوع انه دايما أهم مكان أنت بتشتغلي فيه هو أول مكان كان أهم إشي أنا اشتغلته، لأنه كانوا ناس كتير مهنيين، ناس كتير أذكياء، كتير بفهموا، كتير استغلوا واشتغلوا على شخصيتي بالشغل معهم. فأنا للأبد يعني ممتنة لهدول الناس. بس للأسف بعد الشغل معهم بزي 3 سنين لظروف يعني قاهرة لإلهم ولإلي اضطرينا أنه إحنا نسكر هذا الشغل. ضليتني حاولت طبعا بعديها انه اشوف شغل محل تاني، اشتغل مع ناس تانية كانوا الناس اقل مهنية، ويصير في مشاكل على انه انت تاخرتي ربع ساعه زياده. واذا بتلاحظي انا كتير بحكي عن هذا في الريلز، يعني انه حدا ببهدل اذا انا تاخرت ربع ساعه زياده. ومش هيك يعني جد مش هيك الدنيا. بعرف انه في إشي اسمه بروتوكول وفي إشي اسمه قانون وحياه شغل ولازم تلتزمي والى اخره، بس مش هيك الدنيا. أنا شوي تكون اسهل. فاتصعبت كتير ان انا اشوف شغل تاني بنفس مواصفات الشغل الاول. قررت انه ما بدي اشتغل مع حدا، ما بدي، مش ضابط معي. يا اما تاثيرهم السلبي بيصير علي سلبي بالشغل، ببطل انجز منيح، ببطل حتى يعني عارفه انه انا اصمم منيح. ضلتني بالدار، اكتئبت يعني عن جد اكتئبت. خصوصا انه انا عن جد يعني اهلي الحمد لله يعني كانوا كتير سبورتيف، ومن ناحيه ماديه ومن ناحيه مش من نوعيه انه لا روحي دوري على شغل ولا، يعني عن جد هم بالنسبه لي كانوا النمبر 1 سبورت. فضلتني في البيت انقلب طبعا نهاري ليل وليل نهار. بالليل اصير اشتغل مشاريع ملهاش علاقه، اصير اشتغل اشياء يعني ما حدش طلبها مني طبعا، اشي بالعالم الموازي تبعي. فصرت اشتغل. فاول مره كانت اني انا رسمت الثوب الفلسطيني بالاحرف العربيه. حبيت النتيجه صراحه كتير اول مره. بس خلص حطيته، كان في عندي حتى ملف اسمه ليتر، اي اشي بصممه احطه في ليتر. فبيوم هيك من الملل عن جد حكيت لحالي انه طيب ماشي، انت عم ترسمي على تفاصيل كتير كبيرة، انه توب وشكل خارجي على مبنى على كذا الى اخره. طب شو يعني ما كنت حتى متخيلة شو النتيجة بدها تصير. جبت صورة لاختي، فتحت فيسبوك، طلت صورة لإلها وبلشت ارسم فيها. وانا ارسم فيها انه كل شوي اشيل الصورة اطلع على الاحرف انه اوكي تمام، انه احنا رايحين على محل منيح. هلا لما وصلت النتيجة وأعطيتها الرسمة وشافتها رد فعلها وكيف صارت إنه هيك عن جد انبسطت. من هداك اليوم أنا قررت إنه هذا الإشي إنه أنا عن جد شايفة حالي فيه.
طبعا كل إشي بالملف تبع ليتر هذا اتسلم لناس تانية وانعملوا مشاريع وانباعوا يعني. فهي أنا هاي كتير نفسي أحكيها عن جد لكل الناس، إنه حتى الفترة الصعبة اللي أنت بتكوني ماشي فيها وبفكري حالك عن جد ولا إشي، كل يوم اعملي خطوة ولو 1%. 1%. طب أنا اليوم عملت 1، بكرة كمان 1 صاروا 2. طيب أنا إذا بكمل كل يوم بعمل 1%، أنا حوصل محل حكون بانية حالي بالفترة اللي هي الصعبة. بس مش إنه أقعد أحط إيدي على خدي ويا ربي ليش الحياة مش ظابطة وليش كل شيء مش ظابط. ما توقفي، طبعا لا، كملي. ما هي الفترة الصعبة ما هي الفترة الصعبة هي اللي خلتني عن جد أوصل لهذا المحل. وبالعكس انت بتفكري انه هاي الفترة الصعبة خلتني اطلع في هذا المشروع، فحياتي حاليا وردية وكل شيء بجنن. لا، طب ما بعد ما عملت هذا الشغل وبعد ما عملت هاي الرسمات، يعني عن جد ما يعني وصلت لمرحلة انا مش عارفة كمية الرسمات اللي انا عملتها. رسمة كتير ناس لدرجة انه يعني عن جد بطلت اميز. يعني انا كل فتره بعمل اوردر لفريمات بفصلهم تفصيل، بكتشف بعد شهر انهم طب صاروا خالصين، طب وين راحوا ال100 فريم؟ انا رسمه 100 انسان. فانت متخيله انه طب انت اللي كنت تحكي لحالك انه انت شخص تافه فاشل، شو هالهبل، شو عم تعمل، شو بتعملي، شو بتسوي. طب ما انت في عندك 100 فريم، في حرفيا 100 انسان آمن فيكي وإجا بعتلك مسج إنه أنا بدي رسمة. فهمتي علي؟ ومش بس بالبلد، على مستوى برا البلد. انا اللي مستغربه منه انه برا البلد. طب اوكي ممكن انا لما بصير اقنع بحالي انه طيب هدول اصحابك ومعارفك ممكن بدهم يجاملوكي، بدهم يطلبوا. طب اللي برا، طب انا عندي اوردرات صار في كندا، عندي في اسبانيا، عندي في دبي، في عمان، في امريكا، بمحلات انا بعرفهمش، ما بيعرفوني. وفي كتير كلمه كتير بحبها عاريا بسمعها من الناس اللي ما بيعرفوني وما بعرفهم نهائي، انه مثلا بيبعتوا لي صور انه بدي ترسمي لنا هاي، وباخر الجمله بكتبوا اي تراست يو. طيب امتى صارت هاي التراست؟ فهمي على هاي؟ بشغلك اللي قبل. طبعا. فانا صرت بستغرب انه يعني اولها طبعا كنت استغرب، اليوم صارت بالنسبه لي عن جد زي موتيفيشن. انا كل يوم اصحى لانه انا عندي التزام مع الشخص الفلاني والفلاني والفلاني. مش التزام مادي، اللي هو التزام اخلاقي اكتر، اللي هي انه شخص مآمن فيك. طب انا ليه ما اصحى؟ طب انا عيب اكتئب يعني؟ صح. كيف الواحد بصير يسير حاله ويحكي مع حاله بحكي وانت مع حالي. بتعطي الطاقة لحالك، يعني بتكون عم بتفكري من جوا صح. ولا بدك ما بدك، تعبانة بس لازم. صح. في هيك بتحسي صراعات داخلية، وانت السؤال وانت الجواب. بالضبط. انا في عندي بحب ابعت لحالي مسجز، كلنا. رسائل عن جد. بس انا في غرفتي مثلا حاطه اول ما اصحى في جنبي يعني كولكشن اوف بوسترز، يعني بوسترات كتيره، بس اهم كلمه اللي هي دو ات تايرد. اوكي تعبانه بس اعمليها، اعمليها. متاخره معلش اعمليها، معلش. معلش رح يجي يوم وترتاحي. بتطبطبي على حالك؟ طبعا ما حدش طبطب علي الا انا يعني. نحكي عن عيلتك. بحب عيلتي. احنا كلياتنا في البيت كل واحد شخصيته مختلفة بشكل مش طبيعي عن التاني، بس بطريقة ما كلياتنا صنعنا بعض. يعني أبوي كمان برضو بنى حاله من الصفر. أبوي كان كتير مميز، يعني تقريبا بالفترة اللي هو بلش يشتغل فيها وبلش ينجح كان هو الوحيد اللي متميز بكل العيلة. متميز جدا أبوي الله يرحمه. أختي الكبيرة هي أهم سبب من الأسباب اللي ليش أنا بحب أرسم. منو إحنا صغار كانت في البيت يعني تعطينا نرسم. إنه يعني حتى بتذكر مرة رسمت رسمة كانت كتير بتضحك. شو الرسمة إنه كنت رسمة بيت، مش عارفة كنت يمكن 4 أو 5 سنين. مع شمس؟ يا ريت. كنت رسمة بيت وفي 3 طوابع، بالطابع الأخير في شخص، إنه رسمة أنا شخص بهاي الغرفة. فبتحكي لي مين هاد؟ بحكي لها هاد جوزي المستقبلي، إنه بس يغلبني رح أحشره بهاي الغرفة. فأنا مش فاهمة إنه كيف أصلا يعني فاهمة كيف إنه 4 سنين إنه وين وصلتي؟ فإنه هي كانت تحب حتى تعطينا. كنا بتذكر أكتر مشوار أنا أحبه عن جد اللي هي بداية المدارس لما نروح على الحصري.
على مكتبة الحسري. تجهيزات المدرسة. أصير أشم بتعرفي الدفتر التلوين الكولرينج بوك. إله ريحة. ريحة الكرتون نفسها. كنت بس هيك أمسك الدفتر وأشم الكرتون. الألوان الخشب. بعدين كان لازم أشتري من كل الألوان. لا بدي شمع وبدي خشب وبدي الألوان هاي المي من كل شيء. فهم كانوا كتير أهلي يعني مطولين بالهم علينا كتير يعني من هاي الناحية. إنه يعني حتى بعد وفاة أبوي الله يرحمه رحت مكتبه وكان محتفظ في ملف اسمه آية وفي ملف اسمه إيمان وأحمد اللي هو لكل حدا لنا محتفظ في كل إشي له علاقة فينا. بس أنا يعني استغربت إنه عن جد حتى محتفظ بالرسمات تاعونا، محتفظ بأول تصميم لإلي عملته بالجامعة وطبعوه. يعني هداك يعني كان إشي بالنسبة لإلي إنه كتير حبيت الموقف. هو ما كانش يعبر يعني، بس انبسطت إنه كان محتفظ فيه. تفاصيل بتأثر طبعا أكيد. والدتك؟ أمي فلسطينية بسيطة جدا، بس كانت أم عن جد يعني. اللي هي تطبطب عليكي. أتخيل كل الأمهات بتطبطب يعني، بس يمكن عشان أنا اشتقت لها كتير. وعن جد اشتقت لأنه كيف لما أطلع من البيت إنه أضلني سامعة دعواتها لحد ما أطلع. رضاها. يعني لحد ما أطلع. حتى بفترة من الفترات ضليت يعني بعد وفاتها صرت إنه بحكي يا رب. كنت تعبانة نفسيا بشكل مش طبيعي يعني. بداية 2020 أمي توفت 2019. بداية 2020 يعني وصلت لمرحلة إنه أنا بس بدي كلمة الله يرضى عليكي يعني، عرفتي؟ فأنا صفنت إنه بالليل بحكي يا رب طب يعني بس أنا بدي أسمعها يعني، بعت لي إياها بالحلم، خليني أسمعها، خليني أبصر شو بدي أسمعها. تاني يوم الصبح شفت واحدة من الجيران سلمت علي وصارت تدعي لي زي ما أمي كانت تدعي. فهاي بالنسبة لي كمان كانت ما في زي لحظات الأم. مؤثرة. ما في زي الأم طبعا لا. وبتذكر لما توفت انت نزلتي صورتها وهي عم تتفرج على لوحة من لوحاتك في معرض، والصورة أنا ما مصورتها. انت مصورتيها طبعا. هديك الصورة يمكن للأبد أنا ممتنة لك لهاي الصورة، لأنه أنت ما صورتي لي أمي هي ما صورتي لي صورة لأمي، مش مجرد صورة. أمي كانت فخورة فيكي. جوز بومس. لما صورتي صورة أمي كان مبين إنه حتى البودي لانجوج يعني لغة الجسد إنه كيف هي بتطلع، كان عن جد كانت فخورة جدا. بحس إنه برضو في يعني هاي الصورة بتحتاج عين برضو مبدعة عشان تصور هاي الصورة يعني. دايما أنا بحكي إنه إحنا لازم نكون واقفين مع بعض ونحكي عن نجاحات بعض طبعا. لأنه أكبر داعم للمرأة هي المرأة نفسها. أكيد. وفي مشاعر وأحاسيس موجودة عند الست وعند الأم وعند المرأة وعند الصبية ما حدا بيفهمها غير إحنا. صح. فكيف إذا كنا من نفس الجنسية أو كيف طبعاً. إذا كنا من نفس البلد، وكيف إذا كان عنا جوانب الفنية اللي إحنا صح. بنحبها، صورة، رسمة، كلمة، طبعاً. بغض النظر شو طبعاً. المجال تبعنا، بس إحنا لازم نكون دعم لبعض. عشان هيك هذا البودكاست هذا هدفه الرئيسي. عم تحكي، عم نشوف كمية ريلز عفوية بشكل كتير حلو. قربنا عن آية أكتر، صرنا نعرف آية أكتر اللي دايما ورا الشاشة صرنا نشوفها قدام الشاشة. عم تحكي يومياتها، عم تحكي معاناتها، عم تحكي ردود أفعال عن حالها، عن فكرة، عن زبون، عن ناس قريبة منك، ناس بعيدة. كيف بلشتي وتجرأتي إنك تكوني قدام الكاميرا؟ أنا كتير بشتغل على مخيلتي. فمش كتير بعرف أعبر بالكلام مرات. وبنفس المرحلة كتير ضروري إن أنا أحكي عن حالي، وكتير ضروري أحكي عن الشغل اللي أنا بعمله. الحمد لله إنه كل شيء بصير أسهل يعني. أنت بتمر بفترة صعبة مش عارفة تطلعي منها، بس اللحظة اللي أنت بتقرري تطلعي من هاي المرحلة الصعبة بتكتشفي إنه أنا من زمان كان المفروض أخذتها. بس ما لازم تجلدي حالك وتحكي أنا من زمان المفروض أخذت هاي الخطوة، لأنه أنت أصلا كل هاي الفترة الصعبة اللي أنت مريتي فيها هي عشان أصلا توصلي لهون. يعني كان لازم تمشي بكل هاي الخطوات. بتذكر إنه بشهر 9 2024 السنة اللي فاتت يعني كنت طالعة من تجربة مهنية صعبة كتير من كل النواحي صعبة. فأنا يعني عن جد عرين
ما عنديش حتى امل انه يعني ما عنديش حتى مش امل توقعات لهذا الريل. فانا نزلت ريل انه كاتبه عليه كابشن اي ثينك انه كان انه لما اشتغل عشان اصير مستقره ماديا فاكتشفت انه صرت غير مستقره نفسيا. انا ما كنت سيريس بهديك المرحله، يعني لما نزل الريل ما كنتش زعلانه، انا كنت خلص انا طلعت من هديك المرحله ومبسوطه. خطيتي. طبعا بس لما نزلت الريل انه عادي، انا كنت بس هيك يعني تشير يعني انفجر الريل. انفجر يعني انفجر انفجار مش طبيعي، يعني لدرجة انه حتى الناس اللي حساباتها برضو بابليك انه هم يعملوا شير للاشي ويكتبوا عليه كابشن انه في واحدة كاتبة انه الشير عليه اكتر من الكومنتات واللايكات. هذا بدليل انه عن جد احنا البنات انه كتير بنتعب بالشغل وكتير يمكن هذا مش مكاننا ويمكن اشي مكاننا. فانا صار عندي اكتر من رأي، بس حسيت برضو بمسؤولية بتخوف انه، وصرت اكتب للبنات انه عن جد يعني كل بنت كتبت لها كومنت انه ما تزعلي لما تكتب لي مثلا انه هي فعلا دمرت نفسيا، احكي لها ما تزعل، انا نزلته وانا اضحك، بالعكس ما تزعلي وانتي اعملي اللي بدك اياه واللي بتشوفيه مناسب. خفت ان انا اكون تاثير سلبي على حدا يشوف ريل مدته 4 ثواني ويروح لا سمح الله يصير له إشي من ورا الريل. فهمتي علي؟ مسؤولية. طبعا بتخافي، يعني على مستوى شعور بتخافي انه انت تكوني سبب لهيك بس انت إشي. كنتي هالقد حقيقية صراحة. طبعا كنتي حقيقية، فعشان أكيد. هيك أثرتي في الناس. وموضوع الريل صراحة أنا كتير حبيته. كل ريل بستنى ستورياتك بتحسسينا إنه إحنا عيلة، طبعاً. وبتعطينا الأبديت، بتطمنينا صح. كيف في جروب العيلة. فأنت صح. بتعطينا الأبديت تبعك، بتعطينا إنه طبعاً. أنا اليوم مودي تمام، أنا اليوم أنجزت، أنا اليوم عندي مشروع، أنا اليوم مش طايقة حالي. صح. ففي هالقد لغة المشاعر وتوصيل المشاعر من خلال صورة موثقة أو ريل صغير، هالقد بيجيب نتيجة، وهالقد بنحس إحنا إنه هذا الشعور اللي عندك عنا إياه، فمنشارك بعض على السوشيال ميديا. طبعاً. حلو هالقد نكون حقيقيين ومنفكر بغيرنا وما نستحي من شو منحس. حتى يعني مش دائما لازم نطلع نمجد ونحكي عن قصص نجاح ونحكي المرأة المثالية صح. القيادية صح. القوية، بس بتتعب، إنسانة لحم ودم. طبعاً. بتتعب، بتعيط، بتبكي، بتنهار، بدهاش تشوف حدا، بدهاش تطلع، بدهاش تتصور. أكيد. عادي. طبعا بتخيل انه كتير ملل انه كل يوم احكي ايجابي، وكتير ملل انه كل يوم احكي سلبي. لا عادي، انا بكون على طبيعتي وحقيقتي الكاملة. يعني ما في داعي انه انا امثل انه انا اليوم مكيفه وبجنن وضحكتي من هون لهون وخلص. مش يعني انا حتى اني اتصور بفلتر على مستوى فلتر بحس انه لا، انه انا اولا بكذب حالي. ففي موضوع الفلتر حتى بالتحديد ما بستخدموش، ما يعني إنه ملامحي هيها. يعني ليش بضحك على مين يعني؟ وجد عم بدي اضحك. اليوم تصورت بفلتر بعتها لصاحبتي بحكي لها كم بدي مصاري عشان يصير شكلي هيك. يعني مكلف. كتير يعني. لا بس انت القالب غالب يعني. شكراً. ما شاء الله عندك. فبتخيلي انه موضوع حتى انه يعني ما بزبط بنفع، يعني ما بنفع. اوكي انا اكيد مش انفلونسر. فانا عن جد ما بعتبرش مستحيل، ما بفكرش او بعتبرش حالي انفلونسر نهائي، لانه بس انا الانستغرام اكاونت اللي انا بشتغل عليه بس بيمثل انه انا بنت بالمقام الاول، فلسطينيه، جرافيك ديزاينر. لما اتعب نفسيا وخلص انهار بروح برسم خط عربي، حتى لو اوردر مدفوع. انا الرسمه بالخط العربي بالنسبه لي بحط سماعاتي، بشتغل، بسرح 6-7 ساعات، بفكر في كل تاريخي. يعني ممكن افكر في مشكله تخطر في بالي، مشكله اصير احكي انه انت المفروض سويتي هيك. فشو اسمه، فبس ارسم خط عربي عن جد بطنش شوي حياتي، بطنش شوي التزاماتي. بعرفش اذا مهمه هاي ممكن تقصوها بالفيديو، بس كتير عم بشرب اشواجندا اخر فتره ومش سائله. ليش القيمة؟ ما بعرفش. مش اسمع جد مش سائله خلص. انا من 2020 ل 2022 لحد ما توفى ابوي كنت عايشه مرحله، يعني بتعرفي لما تكوني عايشه على شد اعصابك وعلى طرف الدنيا زي ما بيحكوا، وخلص يعني ممكن تنهاري في اي لحظه. وانهارت، صار معي انهيار عصبي حقيقي يعني، ورحت على المستشفى وكل شيء تمام. تاني يوم صحيت من الانهيار العصبي، بدي اروح انام نفس النومه اللي كنت انامها كل ما اكتئب. وانا بعمل هيك جسمي عاد بنزل تمام، بحكي لحالي بلا هبال، خلاص بلا هبال. حملت حالي وطلعت، بعرفش وين، ناسي وين رحت، بس انه بلشت من هناك انه
ارجع اشتغل وارجع انه طب انه آية، طب ما كل الناس عندهم مصايب، مش بس انت، يعني انت مش اخر حبة يعني. فبتواسي حالك. اه طبعا. حلو الواحد يحكي مع حاله، بوصل لنتيجة انا حلوة. بحكي مع حالي كتير. بوصل لنتيجة. اه يعني الله يخلي لك كل حدا مهم في حياتك. ثانك يو. وهيك بتخيل ذكرياتك مع أبوكي وأمك بتخليكي تاخدي الشعور الحلو، بس تنجحي عشانهم. طبعاً. بيستاهلوا. اكيد. معقول عشان هيك أخدتي مكتب جديد؟ المكتب جديد بصراحة إجا من ضغط نفسي سلبي حوالي. كل الناس المعارف اللي حوالي أصحابي إنه آية لو أنا بشتغل الشغل تبعك لو أنا حاليا في دبي بتشرح دبي. آية لو أنا بشتغل الشغل تبعك لو أنا معي رينج روفر. طب أنت ما بتعرفي ظروف حياتي؟ بتعرفيش. طب ليش تحكي لي إنه أنا لو بشتغل شغلك لو عندي كذا وكذا وكذا؟ جبت مكتب ورحت على مكتب، أحلى مكتب في رام الله بالنسبة لي. نص البلد بجد. قريب على الكل. فيو من يمينه وعلى الشمال، ولا واحد من اللي كان بيحكي لي آية لو أنا بشتغل شغلك لو أنا كذا وكذا حكالي مبروك. الحكي سهل. كتير سهل، وتحطيمك أسهل. إنهم يأشروا عليك ويحكوا لك إنه الإشي السلبي اللي فيكي كتير أسهل، بس إنه الدعم اللي عن جد بدعموك إياه الناس الغريبة مش الناس اللي حواليكي. الغريب بصير قريب. طبعا. لا بس صراحة أنت أثبتي جدارتك وفنك وإبداعاتك واختلافاتك من غير ما تحسي إنه أنت بحاجة لحدا يزقف لك أو يقول لك برافو آية كملي آية. بحس إنه عندك الاكتفاء الذاتي إنك تكملي مشوارك بينك وبين حالك. طبعا. قايمة بالواجب. طبعا. بتبهدي لحالك وبتواسي عادي. حالك وبتباركي لحالك وبتكملي لحالك وبتشجعي حالك. أكيد. وحتى عم بشوفك هلا عم تعملي مشاريع كتير اكبر من انه بس مجرد خط عربي. صح. بتعملي براندنج كامل، شفت لخط انتاج كامل متكامل لاواعي رياضه. صح. لبراندنج محل كامل، افتتاحات، عم بتكوني باشياء اكبر من اللي كانت فيها آية. صح. هالخط العربي، هالتميز اللي بيعرف وبيعبر عن عروبتنا بيوصلنا للمستحيل. لا أنا بالنسبة لي يمكن الإنجازات المادية مش كبيرة، بس إنجاز معنوي داخلي إنه أنا راضي عن حالي. راضي عن حالي، لأنه أنا لما تخترعي إشي من الصفر وأنت تطوريه وأنت يعني ما حدش يعني لو في حدا اوريدي مشتغل هذا الشغل وأنا عملت كوبي عن الناس عن خطوات هدول الناس كيف اشتغلوا، ممكن لو نجحت وكان كل شيء سهل، بس من البداية من الصفر عم بتعب على هذا الاشي. مين نفسك ترسمي؟ نفسي ارسمك كمان مرة. رسمتيني. لازم ارسمك كمان مرة. عينك على رسمتي اللي عملتيها بA+. صح. برنامج رايا FM. هديك الفترة من الفترات الحلوة في حياتي. هديك الفترة كان في نجاح متبادل. صح. وأنا دايما بحب المشاريع والناس الناجحة اللي منا الفلسطينية. ما بدورش على ناس من برا. بقدر من خلال أكيد. مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال علاقاتي، إني أوصل أي حدا بدي إياه، بس أنا دايما بقدر كل شيء فلسطيني. مفهوم. وهي لوحاتك ولسه موجودين بالأكاديمية. انت هديك الفترة اللي انت حكيتي معي فيها عشان هاي اللوحة بالتحديد، أنا كنت ما بشتغل خط عربي، يمكن صار لي سنة. والله. فلما انت حكيتي ان انا استغربت انه او ذكرتيني انه آية ليش وقفتي؟ بعدين فلا بحب هديك الفترة كتير جد. انت كل فترة بتتواصلي معي عشان تعملي لإلك او تطلبي هدية او بدك ترسمي حدا من الناس اللي بتحبيهم، بتبعتيلي سبحان الله بفترة بتكون حلوة، او انت بتخلي الفترة جد بتصير حلوة. يعني ما كنتش أعرف هاي المعلومة، بس أنا كمصورة وكحدا في هذا المجال بالنسبة لي أهم هدية أقدر أجيبها هي صورة. دايما بحب كنت إنه صورة أنا مصورتها، فكيف إذا صورة أنا مصورتها وإنت ترسميها بالخط العربي؟ يعني شو هالتكامل، شو هالهدية. ولو تشوفي ردود أفعال أي حدا، سواء كان شغل، سواء كانت علاقات اجتماعية، سواء كانت أمي، خواتي، ناس بحبهم. الشيف سلام بدبي حطتها، قامت لوحة آية، قامت لوحة الشيف سلام بسفرة مريم وحطت لوحتك اللي هي هدية مني بس رسمتك، إبداعاتك، فنك. فلهالدرجة لازم تكوني مآمنة بحالك طبعا. لأنه كل حدا بيشوف إبداعاتك ورسمك ولوحاتك وصورك بيعرف إنه أنت حدا موهوب،
حدا شغوف، حدا عنده إشي غير، حدا أعطى وأضاف وتميز باسم المرأة الفلسطينية صح. والصبية الفلسطينية، وإحنا عن جد منقدر. طبعا إيش بتقولي؟ الحمد لله. حرفيا على كل إشي. على الحمد لله انه انا لسه عايشة الحمد لله انه بصحى كل يوم، الحمد لله انه بشوف ناس زي عن جد زيك، الحمد لله انه كل يوم بالنسبة لي هو يوم عن جد انا بدي مش اثبت حالي. ممكن ليوم اصحى عن جد وما اشتغل، ممكن ليوم اصحى وارتب غرفتي. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله انه عندي بيت دافي، الحمد لله على نعمة اهلي، الحمد لله على نعمة اصحاب اللي عن جد، الحمد لله على كل اشي، حرفيا على كل شيء. يعني ما بزبطش، لا انت الصبح بتصحي بتحكي الحمد لله. في حدا بيستاهل تحكي له شكرا؟ طبعا. مين نقدر نعرف؟ يعني حدا واحد يمكن حرام بظلم حالي، بس مبدئيا بحكي شكرا لحالي انه انا لسه ثابتة، وبحكي شكرا لكل حدا حوالي ساهم وساعد انه يسندني، حتى لو كانت في دفعة خفيفة. اي اشي، اي جهد بسيط. مرات حتى معي بالشغل، صبية معي بالشغل، بعطيها ابديتس، يعني انه اليوم عملت كذا، بكرة عندي كذا واشي، فبتحكي لي اسمعي آية I pray for you، إنه أنا بصلي لك وبدعي لك إنه أنت عن جد بتستاهلي إنه أنت يكون عندك كل إشي. هاي بحكي لها شكرا عن جد. قديش حلو تعرف إنه حدا بيصلي لك، أو حدا بدعي لك، أو حدا يعني لما يعني بده يحكي مع ربنا بيكون دعوة لإلك. قديش هدول الناس مميزة. بالضبط. أنت بتخيلة إنه حطتني من الأولويات، إنه هي بتدعي لي إنه آية أنت عن جد بتتعبي، وأنت عن جد هلكانة كل يوم بالشغل وبتفكري كتير وهاك لهم كل إشي حواليكي، فأنا بصلي لك وبدعي لك إنه أنت عن جد توصلي لمحل منيح. بس أنا بعتبر حالي وصلتي طبعا. وأنا بعتبر إنك أنت وصلتي. ثانك يو. انا بعتبر حالي عن جد وصلت لما بني ادمه تعطيني من حياتها ان شاء الله 5 ثواني عشان تدعي لي، بعتبر حالي وصلت. بعتبر حالي وصلت اليوم انا بعتبر حالي وصلت. انه تخيلي انه بنحكي عن شغل، طب انا هاي الاشياء ما كنت متخيلتها رين جد. ما يعني ما حدش بتخيل شو بده يصير في الحياه، وما بعرف وين بدي اروح، ولا بعرف. انا ما بخطط بعيد، يعني بخطط ماكسيموم للشهر الجاي، لانه بحبش انه انا انفلم. خلص بخطط للشهر الجاي، الشهر الجاي انا لازم اكون عامله 1 2 3 وبعملهم أهداف. طبعا. بس اذا بحط لفترات طويله بحس حالي بتخيل بفلسطين صعب. مستحيل. احنا عم تتغير صح. حياتنا كل لحظه كل دقيقه. مفهوم. انك انت توصلي، وعشان نصور انت شفتي شو صار. بالضبط. يعني احنا ما بنقدر نخطط يوم بعد، صح. بنحب وبنسعى ونرسم احلام وبنوصل لها وبنحققها، واهداف وطموح دائما عالي، بس ظروفنا صعبه. مفهوم. نتكيف. فاي حدا على هاي الارض ناجح فهو بيستاهل يكون ناجح بكل العالم. ليش؟ مفهوم. ظروفنا، تعبنا، الضغوطات اللي علينا، الانجازات اللي بنعملها، التعب، المجهود، صح. أضعاف أي إنسان تاني. وهذا مش مبالغة يا جماعة، والله ما هي مبالغة. بس تعالوا عيشوا عنا وشوفوا شو عم بيصير معنا، واعرفوا ليش إحنا عم نحكي الحمد لله كل يوم. إحنا أكتر شعب بيحكي الحمد لله على كل يوم بمرق، لأنه ما بنعرف شو جاي بكرة. لانه مفكرين هاي الصعوبات عاديه، وهي مش عاديه أبداً. فيش شيء عادي. لا مش عاديه. انه انا ثواني انا وصلتك اليوم، اضطرينا استنينا زي 3 ساعة لحد ما راحوا عشان نفوت. بعرفش لازم احكي اسمهم ولا لا، بس انه ينو. إيش علاقتك مع اللون الأسود؟ أسود 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 أسود، من عشاق اللون الأسود. بصراحة بعرفش ليش بلبس اسود، يعني بحب، خلص برتاح، بحس اذا لو بلبس لون تاني ما بحس بنفس الثقة. يعني عن جد في ناس هيك، أنا بعرف ناس هيك. بعرفش، ما يعني ما لبست ابيض. كنت احكي لك من شوي انه لبست ابيض من فترة. اللي بالشغل انصدموا انه حلو، انه وجهك مبين مفتح. صحباتي الكل استغرب ان انا لابسه ابيض، بس انا ما كنتش مرتاحه. كنت مستنيه اروح على البيت وهي بلوزه واحده بيضة، يعني فيش غيرها بالبيت، بس مش إلي اصلا. بس انه حبيت اغير. ومن ناحيه تصاميم كمان، بتعرفي شو، انه انا بشتغل للناس كتير الوان، فبحس انه من كترة الالوان اللي شفتها انه خلص تمام، ابدعي للناس، انت خليكي بيسك، خلاص شكلي معروف. يعني حتى بشغلك ايش لونك المفضل؟
بفضل أسود، بس بزبطش أشتغل الكل أسود. فيعني محافظة على السواد لإلي. يعني حتى كتير ناس ما حوالي إنه آية طب اعملي لوجو لإلك، لا يعني اسمي كافي، كتابة زي ما هو، ما بديش ايكون، ما بديش حركات ولا اشي، خلص هو اسم بسيط. وبحب اتفلسف لغيري، لديزاينات غيري، بس لإلي لا، بحب الاشي البيسك الواضح. انت كاتبة اه. وعادة تكتبي على كل أمم. لوحة وراء كل امرأة ناجحة نفسها، صح. ليش؟ لانه ما انت بتكوني شايفة حياتك، انت اللي بتقيمي شو التعب اللي بدك اياه عشان تتعبي عشان توصلي للي بدك اياه. ما بنكر دعم الاهل، دعم اصحاب، دعم الناس اللي حواليكي، بس النجاح الحقيقي اللي انت بتوصلي، اللي بوصلك لمرحلة انه عن جد الناس تحكي فيكي وفي شغلك، هو بسببك. انه ليش بسببك؟ لانه انت متخيلة حالك في محل معين، فلما تتخيلي حالك في محل معين انت مش متنازلة عنه نهائيا، ما حدش بوصلك لهذا المحل انت. شو بتحكي لحالك؟ بحكي لحالي شكرا حبيبتي، وانتي تعبتي كتير واستحملتي كتير، بس ما شاء الله عنك. كملي والرب داعي لك. بس يعني شو بدي احكي اكتر. في إشي بتحبي تحكيه أو توصليه للناس من خلال هذا البودكاست بتحسي إنه هذا الإشي بيشبه آية ولازم كل الناس تعرفه؟ اه طبعا. بحس انه اهم اشي بغض النظر شو الموقف اللي انت بتمري فيه حاليا، مكيفة، زعلانة، مبسوطة، منهارة، عيشيه زي ما لازم. عن جد. يعني ما تحاولي تستبقي الأحداث أو أنت في نص الانهيار تحكي لحالك لا أنا تمام، أنا ممتازة، أنا قوية. لا بنفعش. عيش الفترة زي ما لازم، انهاري زي ما بدك، كل شيء تمام، التوقيت المناسب أنت رح تكوني تمام. ولأنه هاي الإشي صار معي فترة من الفترات، خلص كانت كل شيء، كل إشي حرفيا عرين، كل إشي صعب على كل المستويات، كل شيء انهيار على المستوى المادي، عاطفي، اجتماعي، كله كله كله. وحتى في ثقتي في نفسي كانت زي الصفر، زي الصفر، كنت احكي زي الزفت. ثقتي في نفسي صفر، ثقتي في نفسي صفر، تمام. تخطيتي؟ طبعا تخطيت بشكل مش طبيعي. حطيت بحكي لحالي كل يوم آية، مواقف معينة طبعا، انه لا يعني لا. في اشياء معينة كانت بتصير معي، كنت كل مرة تأثر علي، كل مرة تأثر علي، حكيت لحالي خلص خلص آية لا يعني لا، ما بنفع، خلص. كلمة لا صعبة. بس انت بحاجتها بالتوقيت المناسب حلوة. اذا حكيتي لا لحالك على فرصة حلوة، انه اوكي تمام عادي، مش ما بزعل. بس اذا حكيتي لا لموقف هو كل مرة بغلبك، وكل مرة بتعبك نفسيا، وكل مرة بحبطك، وحكيتي لا، انا كنت بعتبر حالي بدون إرادة، كنت بعتبر حالي شخص عن جد عديم الإرادة. لما حكيت لحالي لا يعني لا، خلص كل شيء تغير عرين، كل شيء تغير جد. كل يوم أنا بطلع فيه من البيت بكون حاسة بشعور أحلى من اليوم اللي راح. هاي اللي صار لي زي سنة ونص، سنتين. عادي مرات بطلع بكون صفر إنجاز بس مبسوطة. الحمد لله. ما عمريش يعني بتذكر إنه زمان يعني أنا من كم من يوم ماشية لحالي بالشارع، يعني ماشية مبسوطة، ما في إشي، ما فيش سبب. راحة البال حلوة. وانا عندي مشاكل عادي، بس انه يعني صرت اعرف افصل. بس اخذ معي 15 سنه لاعرف افصل. انت إلك بهذا المجال 14 سنة صح؟ 14 سنه. من 2010 بلشتي. من 2010. ولوين رح نوصل؟ الله كريم. الله كريم. ودائما بنقول الحمد لله على كل إبداعاتنا ونجاحاتنا، وإحنا بنحكي الحمد لله على إنه في صبية فلسطينية قدرت تحافظ على الحرف العربي، قدرت تحافظ على هويتنا وثقافتنا بهاي الصورة. شكرا نارين. ثانك يو.